النهارده هنتكلم عن الجي ال بي 1. واللي مش عارف ايه هو الجي ال بي 1، هو الماده الفعاله او الحاجه اللي احنا بننشطها عن طريق حقن التخسيس اللي قلبت الدنيا دلوقتي، زي المونجارو او الاوزمبيك او بالاسم العلمي سيماجلوتايد او ترازابيتايد. اول حاجه، ايه هي وظائف هرمون الجي ال بي 1؟ اول حاجه، هو بينظم مستوى السكر في الدم، بيحفز من افراز الانسولين من البنكرياس. لما سكر الدم يعلى يبدا يقل. السبب الاول لزياده الوزن او السبب الاول ان انا يكون عندي دايما شعور بالجوع هي حاجه مهمه جدا، انسولين سبايك، وهي ان الانسولين فجاه يعلى قوي كده وينزل زي ما الصوره هتوضح معانا دلوقتي، فتلاقي ان انت الانسولين طالع نازل طالع نازل، فده بيسبب حاجه اسمها هانجر اتاك. يعني حضرتك بتحس انك جعان رغم ان انت لسه واكل. حضرتك بتلاقي ان انت وزنك بيزيد من غير ما انت اساسا تاخد سعرات حراريه زياده. بيبتدي يحصل ايه؟ يحصل ان الكورتيزون بتاعك يزيد، يعني يزيد اختزان الدهون والميه في الجسم. المود ما يبقاش مظبوط، لان طبعا الكورتيزول ده هرمون ستريس، فبالتالي تلاقي نفسك دايما مضغوط ودايما متضايق، او دايما جسمك بيورم. الموضوع اعمق بكتير من فكره ان انا بس ببقى شبعان او ان انا الانسولين متنظم في الجسم. يا جماعه الجي ال بي 1 لما بيتظبط تاثيره على الجسم اكبر بكتير من ان هو يظبط لك الشهيه ويخلي نفسك مسدوده. الموضوع فيه علم اكبر من كده.